السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن صحة وأحسن حال، وأرحب بكل المشتركين في قناتي وأيضا الجديد منهم والمتابعين القدامى والجدد أيضا. أقول أهلا بكم، نورتم القناة وزودتونا وكبرتم معنا. رجعت لكم اليوم فيديو جديد وهي وصفة القرنبيط مع الدجاج. نشوف الفيديو للنهاية ونتبع الطريقة والمقادير. بسم الله نبدأ. في البداية سخنت أنا حوالي ربع كوب من الزيت العادي، وبعدين أضفت حبتين من البصل المفروم ونقلبهم. نستمر في التقليب حتى إنهم يذوبوا معنا. بعدين هنا أضفت أنا من 4 إلى 5 حبات من الهيل الأخضر بس، ونستمر في تحريك البصل إلى أن يبدأ يأخذ معنا اللون البني كما موضح أمامكم. أنا بدأ يأخذ معنا اللون. نضيف الدجاج. هنا تم معي حوالي ربع دجاجة أو ربع دجاجة بس. نقلب الدجاج ونحركهم مع البصل من 5 إلى 7 دقائق حتى أن لون الدجاج آه، يتغير للون الأبيض. استمر في تحريك الدجاج بهذه الطريقة، وأيضا الدجاج يأخذ من طعم البصل، يتشرب من البصل. ولما يكون معنا اللون الأبيض نضيف القرنبيط. نظفنا القرنبيط مع الساخن، أضفنا عليه ملح وتركناه مدة 5 دقائق إذا في أي نوع من الحشرات في الزارة نفسها تخرج. هذه أضفنا هنا القرنبيط ونحرك القرنبيط أيضا مع الدجاج والبصل. نحركهم دائما، نستمر في التحريك. أضفنا هنا ملعقة صغيرة من الكركم، وأضفنا ملعقة من الكمون، ملعقة فلفل، وأيضا ملعقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، وملعقة فلفل أحمر مطحون. ونستمر في التحريك، نحركهم الكل مع بعض. بهذه الطريقة لما نحرك مع البهارات مع البصل، نستمر في التحريك. الكل يأخذ من أيضا هنا ملعقتين من الثوم والزنجبيل المهروس بس. ونستمر في الطريقة، كل ما أضفنا شيء نحركهم مع بعض. هنحركهم من 5 إلى 7 دقائق أيضا. كل أي شيء نضيفه نحركه لمدة 5 دقائق 7 دقائق يكون أفضل. كل ما حركت الخضار كل ما وهنا أضفت الورق الكري والكزبرة المفرومة، وأضفت هنا كانت الكزبرة الناشفة المطحونة بس. نستمر نحركهم لحد الآن ما أضفنا ولا أي شيء. ما هو الأفضل الطريقة لما الخضار ينطبخ بهذه الطريقة. تضعي أي خضار وتحركيهم، تضعي البهارات وتحركيهم. أنا أضفت الطماطم في الأخير لأن الطماطم فيه نسبة ماء ما أقدر أضيفه من البداية، فكان الغرض أن أضيفه في الأخير. بعد ما نحركناهم نغطيهم لمدة 5 دقائق حتى إنه كل الموجود. شوفوا هذا الماء أنا ما أضفت ولا شيء، كل الماء نزل. الفلفل الأخضر هذا اختياري، حابين تضيفوا ما حابين تضيفوا ما تضيفوا. أضفت أنا أقل من ربع الكوب ما سكبتوش كله. بعدين نغطيهم لمدة 10 دقائق، خليهم يغلوا لمدة 10 دقائق. شوفوا هنا الماء تضاعف معنا. بعد ما يغلو لمدة 10 دقائق نضيف الملح بالأخير، حوالي ملعقة على الملح على حسب الرغبة. أنا أضفت ملعقة وربع يعني بس. نحركهم قليل وبعدين نغطيهم ونترك الخضار ينطبخ على أقل يعني على نار متوسطة. هذا بعد 20 دقيقة، يعني أخذوا على 20 دقيقة على أقل يعني نار أقل يعني متوسطة. بعدين بس تكون الطبخة معنا جاهز نغرفها. هذه هي النتيجة.
أتمنى أن أنتم تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وأن تستفيدوا أيضا من الفيديو. وأيضا أتمنى أن الفيديو يعجبكم، وإذا عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك للفيديو دعما للقناة، واللي مش مشترك يا ريت يشترك في القناة ويزود عائلتنا ويكبرها. وانتظروا فيديو جديد وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.